اهلا اهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعموني باللايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. النهارده بقى اول حاجه بدات بيها في يومي اني عطيت لمراد الشاور بتاعه. آه مش فاكره انا كنت بقول لكم ايه. المهم دي الحاجات اللي انا بستخدمها. انا بستخدم بندولين. بحبه جدا بصراحه، حلو قوي. بستخدمه برضو السليم. وهنا كنت هديله الفيدروب بتاعه، ده اساسي ومفيش غنى عنه، لازم يتاخد كل يوم. ده الافضل يعني. وكمان جهزت لبس سليم عشان اول ما يصحى من النوم باذن الله برضو ياخد الشاور بتاعه. هنا بقى عايزه اقول لكم ان البوكس ده مليان حاجات يعتبر من ساعة ما ولدت، بس انا ما يعني اتكركب مني وما كنتش عاملاه. هنا بوريكم اللي هو ماكس ديل، ده حلو جدا للاطفال. الحفاض لو عندهم يعني مشكله وكده. استخدمته لمراد الفتره دي، ودى كل التسلخات والحاجات اللي زي دي. تحفه تحفه تحفه. انا كنت بستخدمه اسمه ايه، انا نسيت، زنكو 11. بس هو مش حلو زي ده يعني. ده يعني ده ترطيب بس، اللي هو زنكو 11. التاني بيحوش بقى ايه تسلخات او حاجات زي كده، فكويس جدا جدا. هنا بقى ابتديت ان انا احط كل حاجه، ارجعها اظبط الدنيا كده مكانها. الحاجات اللي ملهاش لازمه خالص شلتها. لان يعني كركبه على الفاضي بصراحه، فده كان بالنسبه لي لازم اعمله. وحطيت بقى دواء مراد بتاع المغص، الحاجات الاساسيه. كريم الحفاض. انا على فكره عندي كريم الحفاض برضو بتاع بندولين، بس الدكتور بصراحه لما رحت له قال لي لا استخدمي زنك اوليفين. بس مش عارفه بصراحه الناس اللي بيستخدموا بندولين انظم، مش عارفه. انا استخدمته كام مره كده، بس انا شايفه انه ترطيب برضو، فمش عارفه. وبحط بقى دواء المغص بتاعه، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي هي لازم تكون جنبي، والبامبرز والحاجات دي حاجات اساسيه لازم تكون موجوده، واللوشن والكولونيا بتاعته او السبراي بتاعه. دول اساسيين، يعني حاجات اساسيه لازم تكون موجوده. هنا بقى النهارده الغدا بتاعنا مختلف تماما. بصراحه حبيت ان اعمل اكل يعني اكله شعبيه كده حلوه قوي. بالنسبه لي يعني احنا بنفطرش يعني مش دايما بصراحه، ممكن نفطر بطعميه وحاجات زي كده بصراحه. هنا قطعت بتنجانيه كده صغيره لان انا مش باكله. فقطعت واحده بس عشان انا بصراحه ما باكلوش، انا باكله ني. انما مستوي لا، ماليش فيه خالص. فالمهم هنا بقى قطعته كده شرايح رفيعه وركنته على جنب. في الوقت ده برضو ابتديت ان انا احط الزيت على النار. وهنا بقى دي عجينة الطعمية. طبعا ممكن تعمليها في البيت، هي سهلة. بس بصراحة انا والله يعني الفترة دي ما عنديش والله الوقت الكافي، انما انا كنت ناوية بصراحة، حابة ان انا اعملها في البيت. بس اشتريتها، حطيتها هنا، فضيتها في الطبق ده. بس هي طلعت كتيرة، فاهمين يعني؟ هي طلعت كتيرة فمش هينفع اعمل كل ده، فما عملتش كل الكمية دي يعني. وهنا بقى هقطع سلطة. وكنت جايبه عيش وطحينه، هقول لكم دلوقتي اعمل سندوتشات تحفه. فانا بقى هقطع سلطه، اقطع يا دوبك بس خياره كده وطماطمايه برضو، يعني مش حاجات كتيره قوي. يعني اكله كده سريعه ومشبعه، عايزه اقول لكم مشبعه جدا جدا جدا، تحفه. انا بحب السندوتشات دي، كنت بجيبها من لما بنزل بن سويف او كده. فبصراحه قلت لازم اعملها. كنت عايزه عيش شامي بس ملقتش خالص. فجبت عيش ابيض عادي، بس حجمه اللي هو صغير مش كبير يعني. فهنا بقى هقطع السلطه الاول. الاكل ده على فكره بيشبع جدا وحلو جدا. مش هنتكلم بقى في سعر وحاجات زي كده، لان كل الحاجات عامه حاليا اسعار في حاجات كتير بتبقى متفاوته، سواء بقى اكل من ده او اكل لحوم وكده. قليت البتنجان، وهنا حطيت الطعميه تتقلي. وهنا بقى ممكن تعملوا على فكره الطعميه او البتنجان في الفرن.
انا ان شاء الله هجرب الطريقه اللي هي الصحيه دي باذن الله. هنا بقى هعمل طحينه، حطيت عليها ليمون وخل، وحطيت ملح وحطيت حبه كمون. آه يعني ما حبيتش اكتر توابل، ممكن تحطي بصل باودر وتوم باودر، بيدوا طعم حلو قوي على فكره، بس انا حطيت كمون كده قلت عشان الاكله مختلفه شويه. فهنا بقى هقلب بقى الطحينه واحط لها ميه، وبعد كده هعمل السندوتشات. جبت العيش فتحته بالطريقه دي، وهنا ابتدي احط الطحينه، شايفين تقيله ازاي، خطيره. والسندوتشات دي رهيبه رهيبه رهيبه. انا كمان ما جاش في بالي ان انا اديها تحميصه كده على النار، ما اعرفش ما جاش في بالي ازاي. او ما اعملها دلوقتي يعني. أه وهحط كمان، حطيت طحينه وهحط سلطه، وهحط بقى الطماطم. احط الطماطم ازاي؟ هحط الطعميه، وممكن كمان تبقي محمره بطاطس تحطيها، وممكن البتنجان اللي احنا حمرناه ده تحطيه برضو عليها. يعني انا جوزي عمل الحركه دي، انا لان انا ما باكلهوش، فما ما حبيتش بصراحه. فانتوا بقى ممكن تعملوه متكامل كده، يبقى برضو خطير. بقطع الطعميه يعني بالشكل ده صغير كده، وابتدي احطها في سندوتشات. ودي كده كانت السندوتشات بتاعتنا، بجد اكلها تحفه تحفه. هنا بقى كنت هغسل حاول اللي هي بتاع التلاجة دي، الأرفف. المية كانت تكاد مش موجودة حرفيا، يعني مش عارفة الفترة دي صعبة جدا. انا بقيت بعمل يعتبر حاجات اللي هي محتاجة مية كتير وكده، بقيت بعملها بالليل اكتر الوقت. انا كنت بعمل بالفنجان كده لحد بس ما توصل حتى شوية، بس الحمد لله في الاخر يعني وصلت، شايفين يعني. بس الحمد لله يعني كويس. الارفف ما كانتش متبهدله قوي، ليه بقى؟ لان انا زي ما انتوا شفتوا كنت على العيد جايبه لها، بقيت دلوقتي لازم اجيب لها مفارش بتحافظ عليها جدا جدا جدا، وعلى التلاجة من البهدله او اي حاجه ممكن تتكب. فبجد خطيره يعني. لو انت مش من النوعيه اللي بتجيب مفارش للتلاجة عندك، لا هاتي، لان هي فعلا مفيده جدا وحلوه جدا، وبتحافظ لك على نظافه التلاجة عندك. سواء بقى يعني بالنسبه لي التلاجة والحاجات دي كلها اساسيات لازم تبقى نظيفه، ودي حاجه بتحط فيها اكل في النهايه، وعشان التلاجة عندك ما تعملش ريحه ولا اي حاجه من دي. ف ضروري تنظيفه كده من فتره للتانية، هي مش كل يوم يعني بنطلعهم ونغسلهم وكده. انا بصراحه بعيد عن كده بقيت امسح التلاجة، يعني كل حبه كده بقيت امسحها مسحه حلوه كده، برضو بتحافظ عليها. والمفارش دي حلوه جدا، لو انت مش جايباها لا هاتيها، لان هي حلوه قوي والله. بس كده غسلتها ومسحت التلاجة نفسها من جوه. انا كنت مصوره لكم الفيديو التلاجة من جوه، بس مش عارفه بصراحه الفيديو راح فين، انا فعلا مش عارفه. المهم هنا بقى هعمل البوتاجاز. انا هنا رشيت عليه كله زي قبل كده بيكنج باودر. بيكنج باودر ايه؟ بيكنج اسمها ايه، صودا. بيكربونات الصوديوم. يا جماعه اعذروني والله. المهم رشيتها عليه كله كده. بجد هي من اخطر الحاجات اللي بتنضف. هو الطبيعي ان انا اخلع العيون وكل الحاجات دي، وهخلعها في الاخر، يعني انا ما اعرفش انا ليه عملت كده، بس انا هخلعها في الاخر. وهنضفها بره عادي على الحوض. بس الطبيعي ان احنا هنشيلها كلها وهنحطها في بوله كده، ونحط عليها بيكربونات الصوديوم وحبه خل، ونسيبها تفور كده، وبعد كده ننزل بالميه المغليه ونسيبها منقوعه فيهم ربع ساعه 10 دقايق. الدهون دي مش هتلاقيها موجودة اصلا حرفيا. بس كده شايفين شكل البوتاجاز قمر قمر قمر. وده كده كان الروتين بتاعنا.